بيبدأ الفيلم في تركيا بمحررة صحفية اسمها سهرة وهي في طريقها للشغل، وبتتصل سهرة بجدتها عشان تطمن عليها، لكن جدتها ما بتردش عليها، فبتقلق عليها وبتقرر تروح لها البيت عشان تطمن عليها. ولما بتوصل لبيت جدتها واللي اسمها غالية بتلاقيها مش موجودة في البيت، وبتقابل في الوقت ده شخص اسمه دينيز، وده يبقى جار جدتها، وبيقول لسهرة ان جدته هو كمان ما بتردش عليه. وفي الوقت ده بتسمع سهرة صوت تليفون جدتها جوه البيت، فبتقلق اكتر لا يكون حصل لها حاجة، فبتاخد الخوذة من دينيز وبتكسر الباب. وبمجرد ما بتكسر الباب بتلاقي الجدتين رجعوا للبيت تاني، وبيقول الجدتين لأحفادهم انهم كانوا على الشط وسابوا الموبايلات في البيت، وده عشان محدش يزعجهم. وبتكون دي خطة من الجدتين عشان يخلوا أحفادهم يقابلوا بعض. وفي الوقت ده بتتصل أهو مساعدة سهرة عشان تطمن عليها، وبنعرف من كلام أهو ان سهرة بتدور على مصور مجهول بقالها كذا شهر، وان هي هتترقى في شغلها لو قابلت المصور ده، لكنها ما تعرفش عنه حاجة غير اسمه وبس. وبتقول لها المساعدة ان صاحبهم في الشغل كرم بيحاول يقنع المديرة ان هو اللي يترقى، فبتتضايق سهرة من كرم جدا. وبعد ما بتقفل المكالمة بتروح لدينيز عشان تتأسف له على اسلوبها معاه الصبح، وبنلاحظ ان دينيز بيعاملها بطريقة مستفزة، وده لانه لسه متضايق منها. وتاني يوم بنشوف الجدة سميحة وهي بتحاول تنزل القطة بتاعتها من على الشجرة، فبتروح سهرة عشان تساعدها، لكن الجدة سميحة بتسحب السلم من تحت سهرة وبتسيبها متعلقة على الشجرة. وبتكون دي خطة من الجدة سميحة عشان تخلي سهرة ودينيز يقربوا من بعض، فبتنادي على دينيز عشان يساعد سهرة وينزلها من على الشجرة. فبيجري دينيز بسرعة وبيحط السلم على الشجرة عشان يساعدها، لكن سهرة بتقوله ان هي مش محتاجة لمساعدته وهتنزل لوحدها من على الشجرة. فبتحاول سهرة تنط من على الشجرة لكنها بتخبط السلم بالغلط، فبيخبط السلم في دينيز وبيجرحه في دماغه. واخر اليوم بتروح سهرة لبيت دينيز عشان تعتذر له وكمان تطمن على الجرح اللي عملته له في دماغه. وبتلاحظ سهرة في الوقت ده صور كتير في بيت دينيز، وبتعرف سهرة من الجدة سميحة ان دينيز هو المصور اللي هي بتدور عليه بقالها شهور. وبتكون مصدومة جدا لما بتفتكر ان دينيز من صغره كان بيحب التصوير. وبتسرح سهرة في الوقت ده مع نفسها وبتسأل نفسها هي ازاي ما قدرتش تعرف الصور دي اول ما شافتها. فبتقرر سهرة ان هي تصالح دينيز بأي شكل وتطلب منه يعمل معاها المقابلة عشان تترقى في شغلها. وبتقرر كمان انها تقرب منه وتعترف له بحبها ليه من وهم صغيرين. فبتتصل سهرة بسرعة بأهو وبتطلب منها تجيلها بيت جدتها، وبتقول لها تشتري في طريقها خوذة جديدة لدينيز بدل اللي اتكسرت. وفي الوقت ده بيتصل كرم بسهرة وبيعرض عليها رهان، وبيقول ان هو لو كسب الرهان واترقى هو فهي هتستقيل من الشغل خالص، ولو سهرة هي اللي اترقت بيوعدها ان هو هيستقيل. وتاني يوم سهرة بتحضر الفطار لدينيز وصاحبه كولاش، وبتدي سهرة لدينيز الخوذة الجديدة بدل اللي كسرتها، لكنه لما بيفتح العلبة بيلاقي تصميم الخوذة بناتي، فبيكون محرج جدا. فبتتأسف له اهو بتقوله انها طلبت الخوذة اونلاين، وان اللي بعت لها الخوذة اكيد بعتها على انها واحدة بنت. فبيشكرها دينيز على محاولتها وبيسيبها وبيدخل بيته. واخر اليوم بتقول اهو لسهرة ان هي عندها خطة، واللي هي انها تقرب لأولاش وتعرف منه كل حاجة عن دينيز، وهو اكيد هيساعدهم عشان يقنعوه. وتاني يوم بيروحوا مطعم أولاش على البحر، وبنلاحظ في الوقت ده ان أولاش معجب جدا بأهو، فبيطلب منها تتمشى معاه. وفي نفس الوقت بتروح سهرة مع دينيز يقعدوا في مكان هادي بعيدا عن الدوشة، وبتركب وراه على الموتوسيكل بتاعه، وبتكون خايفة جدا لانها بتكره الموتوسيكلات، وده لان ابوها وامها ماتوا في حادثة. وفي الوقت ده وهم على الشط بنلاحظ ان دينيز معجب بسهرة على الرغم من ان هو بيحاول يبين لها طول الوقت ان هو بيكرهها. فبيستغل دينيز انها مش بصله وبيصورها، وسهرة كمان بتستغل ان هو مش باصص لها وبتصوره. واخر اليوم بتحاول تخلي دينيز يعجب بيها، فبتزقه في المية وبتنزل هي كمان المية عشان يقضوا وقت مع بعض في المية. لكن دينيز بيتضايق منها جدا وبيقول لها ان في كل مرة هي بتقرب منه لازم يحصل له مصيبة، وبيقول لها ان مفاتيح الموتوسيكل بتاعته ضاعت، وبكده هيضطروا يرجعوا للبيت مشي. وفعلا بيرجعوا هما الاتنين للبيت مشي. وفي الوقت ده بيتعصب دينيز اكتر على سهرة وبيطلب منها تفضل بعيد عنه طول الوقت، وده لان هي دايما بتعمل له مصايب. وبيسيبها دينيز وبيروح بيته التاني عشان يكون بعيد عنها. وتاني يوم بتقرر الجدتين انهم يعملوا خطة جديدة عشان يخلوا احفادهم يقابلوا بعض، واللي هي انهم يخلوا سهرة ودينيز يتقابلوا في السوق اللي في المدينة، ويخلوا اتنين شباب يعكسوها عشان دينيز يدافع عنها. وبسبب شهامته طبعا هتعجب بيه سهرة وتقرر ان هي تقرب منه وتعترف له بحبها. فبتروح سهرة مع جدتها غالية للسوق، وبتقول لها الجدة تستناها قدام المحل ده. وفي الوقت ده بتكون الجدة سميحة هي كمان في السوق مع حفيدها دينيز، وبتطلب من دينيز يستناها قدام المحل لحد ما تخرج. وبتقعد سهرة في كافيه في السوق عشان تستنى جدتها، وبيكون في اتنين شباب قاعدين قدامها وبيحاولوا يعكسوها، لكن سهرة بترفض تتكلم معاهم وبتسيب الكافيه وبتمشي. فالشابين دول بيقوموا وراها وبيحاولوا يتحرشوا بيها، فبتضربهم سهرة
وبتوقعهم على الأرض. وبيشوفها دينيس في الوقت ده وهي بتتخانق مع الشابين، فبيروح يتخانق هو كمان مع الشابين دول وبيبدأ إنه يضرب فيهم. وبتوصل الشرطة في الوقت ده وبتقبض عليهم كلهم. وفي الاسم بيعترف الشابين إن الجدتين هم اللي مأجرينهم عشان يعملوا كده، وبيقولوا لضابط الشرطة إن دي كلها خطة من الجدتين، وده عشان يخلوا أحفادهم يقابلوا بعض. فبيقولوا الضابط إن هو هيخرجهم كلهم من السجن تاني يوم الصبح. وطول الليل بتفضل سهرة تتخانق مع دينيس لأن هو السبب في دخولهم الاسم. لكن بعد خناق كتير بتتعب سهرة وبتنام على كتف دينيس. وتاني يوم الصبح بيخرج دينيس وسهرة من الاسم، وفي طريقهم للبيت بتكون سهرة خايفة جدا من الموتوسيكل، لكن دينيس ما بيهتمش وبيفضل يتريق عليها وعلى خوفها. فبتطلب منه يقف على جنب، وبتنزل من على الموتوسيكل وهي منهارة، وبتقوله إنه إنسان ما عندهوش دم، وده لأنه بيتريق على مخاوفها. وبتقوله على الحقيقة لأول مرة، وبتقوله إن هي بتخاف من ركوب الموتوسيكلات لأن أبوها وأمها ماتوا في حادثة. فبيعتذر لها دينيس وبيقول لها إنه ما كانش يعرف، وبيعرض عليها يقعدوا على الشط عشان تهدى. وعلى الشط بيعترف لها دينيس بحبه، وبيقول لها إنه هو كان بيحاول يتجنبها طول السنين اللي فاتت، وده لأنها اتخلت عنه من 15 سنة. وبنعرف من كلامه إنه كان بيحب سهرة وهم صغيرين، وكان على وشك إنه يعترف لها بحبه، لكنها سابت المدينة ومشيت. وبيقول لها إن الخوذة اللي هي كسرتها هو كان بيحبها، وده لأنها كانت بتفكره بيها، وده لأن هي اللي كانت اشترتها له من 15 سنة واديتها له هدية. وبيقول لها دينيس إن الخوذة دي هي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتفكره بيها طول السنين اللي فاتت. فبتعترف له سهرة إن هي كمان بتحبه، وكمان كانت بتتجنبه طول السنين اللي فاتت لأن هو ما اعترف لهاش بحبه. وبيقرروا هنا إنهم يرتبطوا ببعض ويرجعوا حبهم لبعض بعد كل السنين دي. وبعدها بيرجعوا للبيت وهم مبسوطين جدا، وده لأنهم أخيرا اعترفوا بحبهم لبعض. وتاني يوم بيروح دينيس مع سهرة للشط، وبنشوفهم وهم مبسوطين جدا. وبيقول لها دينيس في الوقت ده إنه كان ناوي يعترف لها بحبه في المكان ده من 15 سنة. وبيقول لها إنه لسه فاكر كل تفاصيلها، زي إنها بتحب تجمع صخرة من كل بلد تزورها. وبيقول لها إنه هو فضل يجمع صخور من كل بلد يزورها وبيحتفظ بيها على أمل إنه هو يشوفها في يوم من الأيام ويوريها كل الصخور دي. وبياخدها فعلا دينيس للبيت وبيوريها الصخور اللي هو جمعها، وبيقول لها إنه هو كان عنده أمل إنه هو يقابلها في يوم من الأيام، وعشان كده ما تخلاش عن حبه ليها طول السنين دي. وفي الفترة دي بتتطور علاقة دينيس وسهرة جدا، وبيكونوا مبسوطين بوجودهم مع بعض. وتاني يوم بتتصل أهو بسهرة وبتقول لها إنها محتاجة تشوفها حالا. ولما بتوصل سهرة للمكان اللي قالت لها عليه بتقول لها أهو إن في مصيبة في الشغل، والمصيبة دي إن كرم مانع كل المصورين إنهم يتعاملوا معاهم، وده هيخليهم يخسروا كل المشاريع اللي هم شغالين عليها، وبكده هتخسر سهرة شغلها، وده لأنها متراهنة مع كرم إنها هتستقيل لو هو اترقى. فبيقترح دينيس على سهرة إن هو اللي يصور لها غلاف المجلة اللي هي عايزاها، لكن بشرط إنهم يقللوا عدد الناس اللي هيكونوا موجودين في التصوير، وده لأن دينيس مش حابب يعرف حد هويته أو حتى يتذكر اسمه في المجلة. فبتوافق سهرة على شروطه وبتشكره على مساعدته ليها. وتاني يوم في التصوير بتكون سهرة مبسوطة جدا بدينيس، وبتقول لأهو إنها حست إنها رجعت بالزمن 15 سنة لورا، ولسه شايفة علاقتها هي ودينيس زي ما كانت وهم صغيرين. وأثناء التصوير بيجي كرم وبيتكلم مع سهرة وبيقول لها إن هو جاي عشان يقول لدينيس على الحقيقة، وبيهددها إن هو هيفضحها وهيقول لدينيس إن هي بتستغله عشان تترقى في الشغل. فبتتحايل سهرة عليه عشان ما يقولوش حاجة، وبتقول له إن هي هتستقيل من الشغل في مقابل إن هو يحفظ السر. لكن كرم بيقول لدينيس على كل حاجة، وبيقول له إن سهرة بتستغله عشان شغلها، وإن هي بتقرب منه عشان تقنعه يعمل معاها لقاء وتترقى في الشغل. فبيتضايق هنا دينيس من كلام كرم وبيحس بالإحراج لأنها استغلته، وبيطلب من سهرة إنها تبعد عنه وما تحاولش تقرب منه تاني. وبيقول لها إن هي تعرف عنه كل حاجة وتقدر تنشر المقالة بطريقتها، لكنه مش عاوز يشوفها مرة تانية في حياته. وبيسيبها دينيس وبيمشي وهو زعلان. وبيكتئب دينيس في الفترة دي لأنه كان بيحب سهرة فعلا، وما كانش يتخيل أبدا إنها ممكن تعمل كده وتستغله أو حتى تكذب عليه عشان مصلحتها. وبتكون سهرة هي كمان مكتئبة لأنها كانت بتحب دينيس بجد، وعلى الرغم من إنها كانت عايزة تستغله في البداية، لكنها بعد كده حبته بجد وكانت مستعدة تستقيل من شغلها في مقابل إنها تحافظ على علاقتها بيه. وفي الوقت ده بتروح أهو لسهرة وبتتكلم معاها عن الشغل، وبتقول لها إن هي ما ينفعش تتخلى عن الفريق بتاعها بالسهولة دي، وبتقول لها إنه لو كرم اترقى وبقى رئيس تحرير هيطردها هي وباقي الفريق، وعشان كده هي لازم تنشر المقالة وتترقى وتبقى هي رئيسة التحرير. فبتقتنع سهرة بكلامها وبتقرر إنها تنشر مقالتها مع دينيس، لكنها بتستغل الكلام اللي هي بتكتبه عشان تعبر لدينيس عن حبها ليه. فبتكتب إنها كانت بتحب دينيس من وهم صغيرين، وإنها اكتشفت بالصدفة البحتة إن حبيبها القديم هو نفسه المصور اللي هي كانت بتدور عليه من شهور. وبتقول سهرة إن هي وقعت في حبه من جديد من أول مرة شافته فيها، وبتنشر المقالة فعلا وبتترقى سهرة وبتبقى
رئيسة التحرير. وبمجرد ما بتترقى سهرة بيقرر كرم انه يستقيل من الشغل زي ما اتفق معاها. وفي يوم حفلة التعيين بتاعت سهرة بتروح الحفلة وهي حزينة، وده لانها انفصلت عن دينيز وبتتمنى في الوقت ده انه يسامحها. وفي نفس الوقت ده بيكون دينيز بيقرا المقالة اللي نشرتها سهرة معاه وبيتأثر بالكلام اللي هي كتبته، وبيتأكد انها ما كانتش بتستغله وانه كرم كان بيقول له كده عشان يخليه ينفصل عنها. فبيقرر دينيز ان هو يسامح سهرة ويرجع لها مرة تانية. فبيروح على حفلة التعيين بتاعتها، واول ما بتشوفه بتتصدم وما بتكونش مصدقة نفسها، وبتتأسف له عن كل حاجة عملتها معاه، وبتقول له ان هي بتحبه جدا وكانت بتتمنى ان هو يسامحها في يوم من الايام. فبيقول لها دينيز ان هو مسامحها وان هو كمان بيحبها جدا، وبيقرروا في الوقت ده انهم يكملوا حياتهم مع بعض. وبترتبط اهو بأولاش، وده لانها هي كمان معجبة بيه. وبتنجح خطة الجدتين اخيرا في انهم يخلوا احفادهم يقابلوا بعض وكمان يحبوا بعض. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات.